بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص السالكين والسائرين في سكرات الموت. اليوم إن شاء الله عز وجل نقف مع بطل من أبطال الإسلام وعالم من علماء الأمة ومن فقهاء السنة، ألا وهو مسرة بن مسلم الحضرمي رحمه الله عز وجل. مسرة بن مسلم هو أبو بكر مسرة بن مسلم ابن ربيعة الحضرمي، ولد في مدينة القيروان من بلاد تونس رحمه الله عز وجل، وكان عالما زاهدا فقيها ذا علم ومعرفة، وكان بكاء بساما لجلسائه، وهو من أصحاب مالك بن أنس رحم الله الجميع. وأما قصة مسرة بن مسلم وهو في سكرات الموت، ما أخرج الإمام القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك قال: ولما احتدر مسرة بن مسلم الحضرمي ابتدأ يقرأ القرآن، فانتهى في طه وانتهى في قول الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى، ثم فاضت روحه رحمه الله عز وجل. ولنا في قصة مسرة بن مسلم الحضرمي عظة وعبرة، وهي أن مسرة رحمه الله عز وجل لم يكل عن ذكر الله عز وجل وعن طلب العلم حتى وهو في سكرات الموت رحمه الله عز وجل. وهذه الخاتمة التي ختم له بها رحمه الله لن تأتي عن فراغ، بل جاءت عن علم بحال الدين والدنيا، هو حي، لذلك ختم له بذلك. وقد أثر أن من عاش على شيء مات عليه، فهو كما جاء في بعض التراجم أنه من أسرة قرآنية يحفظون القرآن ويعملون بالقرآن ويتدبرون القرآن، فرحمه الله عز وجل